وأول لما جورج وصل الفندق فمدير أعماله كان عاوزه في شغل، ولكن جورج تجاهله وقال له إن هو عاوز يستريح. ولما جورج دخل غرفته فاتفاجئ إن المجرمين عاملين له كمين، فمسكهم وروق عليهم لأنه ملاكم محترف. بس في النهاية قدروا إنهم يغفلوه وأفقدوه الوعي. وبعد فترة قصيرة فالبوليس وصل أخيرا، ولما كانوا بيفتشوا في الغرفة بتاعته فلقوا فيها ممنوعات. وطبعا جورج اتفاجئ من اللي حصل وفضل يقول إن هو ملوش أي ذنب في أي حاجة، ولكن بدون أي فايدة. وتاني يوم فجورج انطلق لسجن روسي شديد الحراسة. وبعد ساعات من السفر فجورج دخل السجن أخيرا، وكل المساجين اتفاجئوا لأنه بطل العالم السابق في الملاكمة، ده غير إن بويكا اتحداه